بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله هعمل معاكم النهارده، هصلح معاكم البنطلون ده حته اتقطعت فيه، مش قطع بقى، شراره جت عليه، يعني ده حرق. فاحنا ازاي هنعالجه؟ هنعالج البنطلون ازاي؟ وينفع معانا مشروع مربح وحلو جدا، بس المفروض نعمل طبعا تسويق لنفسنا علشان الناس تعرف ان احنا شغالين باي مكنه عندنا، اي مكنه منزلي عندنا. هنختار شكل الغرزه اللي احنا حابينه. انا هنا اخترت المكن في المكنه بتاعتي غرزه 54. اوريكم بقى شكلها. بسم الله، اول مره اعمل بالغرزه دي على فكره. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنشتغل بيها ونشوف. كده بسم الله اهي، شايفين شكلها؟ جايه مثلث كده. هنزل تاني على الحته اللي تحت، اجمد عليها كمان مره علشان تبقى جامده معايا. بصوا، شايفين النتيجه؟ حلوه جدا جدا ما شاء الله. اي غرزه بقى احنا هنختارها على حسب الشكل اللي احنا حابينه. انا هعيد كمان على النص الحته دي كمان تاني كمان مره عشان اوريكم الشكل النهائي هيكون ازاي. وعلى فكره انا عملت معاكم قبل كده بناطيل الجينز، صلحت معاكم كذا بنطلون يعني بنفس الطريقه، بس بغرز مختلفه واشكال مختلفه. وفي كمان اللي جربت معاكم حطيت قماشه تحت، لما بيكون المساحه يعني الحته اللي مقطوعه عندنا كبيره، بنحط تحتها قماشه علشان ما تبقاش مكرمشه معانا. بتكون حته صغيره بنعملها كده وخلاص، مش بنحتاج تحتها قماشه. اوريكم بقى شكلها كلها. في كمان حته قابلتني هنا، نعملها بالمره برضو بنفس الطريقه. شوف جت عليها ولا ايه؟ جت بره شويه، نجيب كمان. انا هنا هعملها فوق الجيب، يعني انا هدخل الجيب علشان كده مش واصله كويس، فانا هدخلها تحت الجيب عشان اوريكم الطريقه التانية اللي هي بتاعت ازاي بنحط تحتها قماشه واحنا بنعمل اهي. في اللبس مش هتكون باينه خالص، في هنا بس حاجه بيضه كده باينه، فانا هعيد عليها كمان مره علشان البطانه البيضه طالعه من البنطلون. بس خلاص كده، لا مش خلاص خالص. الحته البطانه ديت مضايقاني وانا لازم اقصها بقى اهو. كده بقى، كده مش هيكون باين ان احنا عاملين حاجه فيها، يكون شكلها حلو قوي. تمام كده خلاص، مش هعمل حاجه تاني. استنوني في فيديوهات جديده وافكار جديده ان شاء الله لتصليح الملابس. يا رب تكون الفكره عجبتكم. ولو محتاجين اي حاجه في استخدام الدواسات او الحاجات بالنسبه للمكن المنزلي، انا تحت امركم. محتاجين تتعلموا ازاي اصلا تقعدوا على المكنه من الاساس، برضو تحت امركم. اي حد محتاج حاجه يكتب لي بس في الكومنتات، او تواصلوا معايا على الفيسبوك، برضو القناه الصفحه على الفيسبوك بنفس اسم القناه بالظبط. فاي حد محتاج حاجه انا تحت امركم ان شاء الله، برد على الكل. وربنا يا رب يعني يتقبل منا ومنكم، ويرزقنا يا رب الاخلاص في القول والعمل. لو حابين يعني، يا ريت تسيبوا لي كومنت حلو منكم كده، واعملوا لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بامر الله. السلام عليكم.